هاي، انا ساره. اول مره تشوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور من نفسنا وازاي نكون احسن نسخه ما احنا عليها. فيديو النهارده عن الرهاب الاجتماعي. واي حد بيتكلم دلوقتي مش بنطلع المصطلح وبنقوله خلاص عشان نقول للناس ان انا عندي ومش عندي والكلام ده كله. لا، احنا في حاجات دلوقتي هنقولها. الحاجات دي تعرفني انا عندي رهاب اجتماعي ولا لا، ولو انا عندي طب ايه الحل. كل ده هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. طيب، اول حاجه، انا بخاف وانا داخله الباب في اي اوضه في اي نادي في اي محاضره ان أنا ادخل وبقى انا داخله لوحدي كده، فمركز الضوء بيبقى عليا انا، او ممكن حد يبص عليا وانا داخله طبيعي جدا. فتلاقي نفسك متوتر، ايدك بتترعش، انت عرقان، انت ماسك التليفون بسرعه بتطلع تعمل اي حاجه في التليفون، المهم محدش ياخد باله ان انت دخلت. ليه؟ يبقى انا عندي رهاب اجتماعي. تمام. طيب، تاني حاجه هو ان انا لو قاعد في وسط شله خايفه اتكلم، خايفه اتكلم اقول رايي، خايفه اصلا اقول اي حاجه عشان بس محدش كله يسكت ويسمعوني، فانا خايفه اتكلم فلاقي نفسي بتهته بقول اي كلام مش هو ده الكلام اللي كنت عايزه اقوله اصلا، يعني اصلا مش ده الكلام اللي انا موقفه عليه القعده عشان اقوله. تمام. طيب، تالت حاجه هو ان انا مش عايز اي مركز ضوء عليا انا. لو انا ليا حق مش بطلبه، لو انا المفروض اخد مكافأة على حاجة معينة ناس تانية اتكافئت عليها وانا عملت نفس الحاجة دي ومخدتش فبسكت فحقي بيضيع، او مش باخد زي ما المفروض اخد، مش بطلب بالحاجة اللي ليا اساسا. وعشان كده اكتر ناس بيضيع حقهم، اكتر ناس بتتظلم، اكتر ناس ممكن شويه ناس بتيجي عليها عشان عارف ان انا شخص مثلا مش قادره اتكلم على حقي، فالناس تعاملني بطريقه مش كويسه، فانا اللي بوري للناس ان انا عندي كده. طيب، حتى لو انا عندي رهاب اجتماعي او انا خايف او انا مش قادره اطلب بالحاجه اللي انا عندي، ما تبينهاش للناس، لان بجد هتتعامل معامله اللي هو مش قادر يطلب برايه. حتى لو انت من جواك متضايق وانت مش عارف تعمل ايه او انت بتحاول تحل المشكله دي، الناس بقى اول ما تعرف ان انت عندك اصلا بتضايقك اكتر، بجد بتضايقك اكتر، وتلاقيها بتدوس عليك اكتر على الحته اللي بتوجعك. يعني ممكن يكون قاعدين في وسط شله واصحابك عارفين كده فياخدوك انت مركز الهزار، اللي هو النهارده احنا بقى هنهزر عليك انت او انت المسرح النهارده. تمام. فعندي حاجه بعالجها او هعالجها ولا عندي مشكله ما اقولهاش لحد، دي اول حاجه اساسا، عشان حتى لو انت خفيت وبقيت كويس من الحاجه دي تلاقي برضه ناس بتفتكر لك بيها حتى لو انت بقيت كويس منها دلوقتي. تمام. طيب، ايه بقى السبب اصلا اللي بيديني كل الحاجات دي كلها؟ ايه اللي انا خايف وايه اللي انا بترعش وايه ليه بترعب؟ اول حاجه سبب راجع ليا انا، كل الاسباب راجعه ليا انا. اولا منظوري عن نفسي، انا ما عنديش ثقه كفايه بنفسي، بقلل من نفسي. تاني حاجه، حتى لو انا بعمل كده عن عمد او من غير عمد بس انا عندي المشكله. طيب، تاني حاجه هو اهلي، وانا صغيره كانش مديني الحق ان انا اتكلم ان انا اقول رايي، عيب متكلمش، عيب ما تقولش رايك، لا انت لسه صغير مالكش دعوه بالحاجات دي، حتى لو انا هقول رايي في حاجات طبيعيه. لا، كل ده بقى نتج عنه دلوقتي ان انا حتى لما كبرت الفكره بقت بتسيطر عليا اكتر، والموضوع المجتمع بقى بيخوف اكتر، فانا مش قادره اتكلم، مش قادره اقول يا جماعه انا متضايقه من الحته دي، يا جماعه انا مش قادره اعمل الحاجه دي. بقيت لما بقف في السوبر ماركت خايف اطلب ليا الباقي اللي ليا، ولا خايف اقول للشخص مثلا اديني شنطه مثلا، دي اقل حاجه. وفعلا في ناس كده، هو مش ببالغ، لا هو الموضوع كده فعلا. فكل ده راجع اصلا لاسباب من عندي انا لما انا صغيره مثلا ميس في مدرسه ولا في الحضانه بتاعتي ولا في اي مكان كسفتني قدام الناس كلها، فكله بص عليا فخلاص انا قعدت اعيط، فانا الفكره على فكره جابت لي عقده من جوه. تمام. ففي اسباب راجعه جدا كتير قوي للموضوع ان انا عندي اصلا ان انا اتكلم او ان انا اقول رايي او ان انا اعبر او ان انا حتى اقف اتصور في مكان فيه ناس. انا خايف الناس كلها بتبص عليا، رغم بقى الحقيقه اساسا مفيش حد مركز مع حد، ولو في حد مركز معاك هو مركز معاك النهارده مش هيبقى مركز معاك بكره وبعد وكل حاجه. وده اللي احنا مش قادرين نفهمه عشان الفكره مسيطره على عقلي. طيب، ايه الحل بقى؟ ازاي احل ان انا عندي مشكله فعلا ومش عارفه اتكلم، مش عارفه اتعامل، مش طبيعي، مش عارفه اعيش حياتي، ما بقتش بنزل من بيتي بسبب ان انا مش قادره اتعامل مع الناس؟ اعمل ايه؟ اول حاجه دماغك هي الحل. بصراحه انا لو ما اتعاملتش في دماغي ان هو لا يا جماعه انا هفكر في دماغي الاول، انا بعالج اللي جوه الاول ان هي الفكره هي اللي مسيطره عليا. تمام. ممكن يكون في اسباب وفي جزء رهاب اجتماعي عند اي شخص، يعني في عادي ممكن ابقى في وسط ناس كتير مش قادره اتكلم او اتوترت حبه، ده بيحصل وده عادي جدا، بس في فرق بين ان انا مش قادره اتكلم مع اشخاص كتير اول مره اشوفهم، وفي فرق بين ان انا مش عارفه اتكلم اصلا، ان انا مش عارفه اطلب اصلا، ان انا بخاف، ان انا بحاول اتجنب اي مشكله اتحط فيها
او اي مكان هتحط فيه عشان ما اتكلمش لوحدي، يبقى الناس كلها مركزه عليا. تمام. طيب اول حل هو ان انا دماغي هقعد معاها وهقعد افكر كل شويه انا احسن، انا مش هعمل كده، انا دماغي كويسه، لا انا ما عنديش، لا انا ما عنديش رهاب اجتماعي، لا انا مش كده، انا مش كده، انا مش كده. كل شويه انا بقعد اقول لدماغي افكار تغير الافكار اللي هي واخداها عني. لا انا بعرف اتكلم، لا انا مش بتكسف، لا انا مش بخاف. الموضوع مش سهل، الموضوع مش هيتحل في يومين ثلاثه. تمام، يعني ده الواقع بقى. لكن كل يوم انا بدرب دماغي على الحته دي. اول حاجه لازم اغير انا فكري من جوه، لازم انا اللي اغيره، عشان لو ما غيرتش الفكر من جوه مهما تقعد تتظاهر من بره الفكره هتبقى مسيطره عليك اكتر منك. طب انا هتحكم في مشاعري وهتحكم في افكاري، انا هغير دماغي، هغير الفكره اللي هي واخداها عني. طب انت بتعرفيش تتكلمي، طب انا هتكلم. هو هيبقى بالعافيه، هو هيبقى الموضوع صعب جدا، بس انا لازم اعمل كده. تمام. طيب تاني حاجه احط دايره امان ليا حواليا، يعني اختي، مامتي، بابايا، واحده مثلا صاحبتي، اخويا، هكذا. دول فاهمين ان عندي المشكله دي ومدركين الموضوع. طبعا في دي اصعب، فمش عارفه افهم ماما وبابا، عندي صاحبتي، عندي اختي، عندي صاحبتي تانية، فاحنا قاعدين مع بعض، هم بيدوني المساحه وبيشجعوني ان انا اتكلم، او بيحاولوا يساعدوني في الحته دي، يقولوا لي رايك يا فلانه، طب مش عارفه ايه. بيلعبوا على الحته اللي انا حتى لو انا من جوه عايزه اتكلم بس مكتوفه، فهم بيشجعوني ان انا اتكلم او بيشجعوني ان انا اعمل الحاجه دي. فدي دايره الامان بتاعتي. لما انا هتعود على الدايره دي، بعد كده هنقل الموضوع منهم، بعد كده تبدا توسع اكتر، بعد كده توسع اكتر، بعد كده هعرف اتكلم في الفصل، بعد كده بعد الفصل هعرف اتكلم في المحاضره. لمجرد ان انا مثلا اسال سؤال او اقول الحته دي مش فاهماها. يعني دايما كنت مع حد كده، دايما الشخص ده كان ايه، هو عنده مشكله ان هو مثلا يكون مش فاهم الحته دي في واحنا بنشرح، يعني مستر بيشرح عادي، فساره ممكن تقولي له طب قولي لي انت، لا بلاقيها سكتت، هي خايفه ترفع دايما ان هي تقول ويبقى الضوء كله عليها، او ان هي تقول ان هي مش فاهمه، حاسه ان الدنيا كلها هتقول تبقى فاهمه، وانت بتبقى دماغ مصدره لك ان كل اللي قاعدين دول فاهمين في الموضوع اللي بيتكلموا فيها. رغم لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، ومحدش بيركز معاك، ومحدش بيركز بالكم اللي انت حاطه، اللي هو الناس هتركز معايا وانا اول ما اتكلم الناس كلها تبص لي. ده جزء، ودي مره، وكده كده لو انا قاعدين في وسط قاعده طبيعي اللي معايا هيبقوا مركزين، بس هم مش هيفتكروا الكلام بعد كده. فانا لازم برضه اقنع دماغي ان انا مش كل الناس مركزه معايا، اوكي لو الناس كلها مركزه معايا انا كده كده هركز على الكلام اللي هقوله، مش هركز على نظرات الناس ليا. لان انا اول ما انا قاعده كده وتخيلت ان كل اللي انا بكلمهم قاعدين قدامي، انا ممكن اتوتر جدا وممكن ما اتكلمش، ممكن تلاقيني بلجلج في الكلام وبتهته وما بتكلمش، وبقيت بقول كلام عبيط مش هو ده اللي بقوله اصلا، او مش هو ده اللي انا جايه اقوله. طب الحل ايه؟ اللي هو انا هركز على اللي انا هقوله، مش هركز مين هيشوفني، مش هركز مين هيسمعني، مش هركز مين اللي قدامي، مش هركز اللي قدامي دول مثلا ناس كبيره ولا ناس صغيره، ناس عاليه ولا ناس مش عاليه، ناس طبيعيه ولا مش ناس طبيعيه. انا ماليش ده اي دخل اللي قدامي دول عاملين ايه. اللي عليا ان انا داخله اتكلم دلوقتي مع شله، فانا هم قاعدين قدامي، انا هتكلم، هركز على الكلام اللي انا هقوله، على رد الفعل اللي انا هقوله، لكن ماليش دعوه هما شايفيني ازاي، ماليش دعوه. اكتر حاجه بتوقعنا في موضوع ان انا وانا بتكلم اصلا خايفه اتكلم، هو ان انا ايه، بركز هو الشخص اللي قدامي ده هيبص لي ازاي، هو الشخص التاني ده يا ترى عنده المعلومه دي احسن مني، طب يا ترى الناس اللي حواليا دول كلهم مركزين معايا وباصين لي قوي كده. ده بقى اللي بيلجلجني وده اللي مش بيخليني اتكلم. لكن لو عكست الموضوع عليا وخليت كل اللي قاعدين دول اكنهم مش قاعدين، احتراما ليهم طبعا، بس اكنهم مش قدامي، وانا هتكلم واقول اللي عندي وهركز على اللي انا هقوله، بس ساعتها هبقى بتكلم باريحيه ومبقى مش خايفه من اي حاجه. وجربوها، الموضوع مش سهل، مش سهل، مش سهل، وموضوع اصلا هياخد وقت كتير قوي، لكن كل ما بعود نفسي اكتر كل ما بحل الموضوع اكتر. واخر حاجه عايزه اقولها، حطي نفسك في مواقف صعبه. يعني دلوقتي انا داخله ومعايا حد تاني داخل، فداخلين نطلب حاجه، اطلبي انت الحاجه، حطي دماغي في وضع ان هي اللي هتعمل الحاجه دي، حتى لو هي صعبه، حتى لو في مره هتلجلكي ومره تتكسفي ومره تسكتي وحد يدخل يكمل مكانك معاكي، مش مهم، بعد كده هتتعودي. في السوبر ماركت انا دلوقتي عايزه اجيب حاجه ومش لاقيه الحاجه دي، هسال على الحاجه دي حتى لو انا خايفه اتكلم، هسال، هحط نفسي في مواقف صعبه تخلي دماغي تتعود ان الموضوع ده بقى عادي. طب لو انا ما جربتش وما حطيتش دماغي في مواقف صعبه، هتفضلي زي ما انتي او هتفضل زي ما انت، هيبقى عندك دايما مشكله، واكتر حد هيبقى تعبان في حياته من الموضوع نفسه هو انت. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوف فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.